هاي انا ندى. كام مرة وانت بتذاكر فكرت ان انت يا ريت لو في منك اتنين، واحد يذاكر واحد يلعب، او يبقى منك نسخ كتير، واحد يقعد مع اهلك، واحد يذاكر، واحد يلعب، وواحد يتسلى، واحد يسافر. او فكرت ان انت يا ريت مثلا تنقل الذاكرة بتاعتك والمعلومات دي تخزنها في حاجة، في ميموري ولا فلاش، وتستخدمها وقت ما تبقى عايزه اقولك انه تفكيرك ده هو مش بعيد قوي عن الواقع، وان ده بالفعل موجود ومحط بحث عند جامعات كتير. لكن هل الانسان ينفع يبقى له يعني متكرر؟ خلينا ندخل في الموضوع. انت عشان يبقى ليك نسخه منك محتاج ان انت الخلايا بتاعتك تبقى بتتكرر بصوره لا نهائيه، عشان خاطر نقدر نوصل ان انت يبقى ليك مثيل. وده بيرجع لان الخلايا بتنقسم، ولما الخلايا بتنقسم بيبقى في جزء من الدي ان اي في اخر الدي ان اي كده بينقص كل مدى. فكل ما الحته دي بتنقص اللي هي التيلومير، كل مره بتنقص بيقل عمر الانسان شويه. والخلايا كل مدى قابليتها على انها تتقاسم بتقل، وده اللي بيحدد غالبا عمر الانسان، طبعا بجانب الامراض وبجانب الحوادث و يعني احنا لو افترضنا ان البني ادم عاش عيشه عاديه، غالبا العجز هو اللي هيموته. العجز الطبيعي، مخه حصل فيه ضمور، قلبه ما بقاش قادر يستحمل، خلاص، الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا موتة ربنا. ولكن هل العلم توصل ان هو يبقى فيه خلايا بتتكاثر لا نهائيا؟ اقول لك وده من زمان على فكرة. في سيدة أفريقية أمريكية كانت عايشة في أمريكا أربعينات القرن الماضي، وكانت بتشتكي إن هي عندها نزيف من الرحم. فراحت كشفت عند الدكتور، فالدكتور لقى ان هي عندها سرطان في عنق الرحم، وقام خد عينه من السرطان ده. كويس. وهم اوريدي كانوا ما عندهمش قوي حكايه الكونسنت او الموافقه المستنيره. فلما هو خد العينه ما قالهاش انه خد العينه، ولما خد العينه وبعتها لزميله الدكتور جورج جاي ما قالهاش ان انا بعتها لزميل الدكتور جورج جاي. وبالمناسبه جورج جاي ده كان دكتور بيحاول ان هو ينجح عشان يخلي الخلايا تتكاثر بصوره لا نهائيه. وكان كل شويه يقعد يجرب، يقول طب انا النهارده مثلا بدل ما احط البلازما بتاعه الفار هحط البلازما بتاعه الخروف. وكان يقول لك طب بدل ما اخلي الخلايا تكبر في جو مثلا حرارته 20 هخليها 25، بدل ما يكبروا في الجو هحطهم في اوضه مغلقه، بدل ما الدنيا مفتحه احط مشمع في المعمل بتاعي. كان عمال يجرب ويفشل ويجرب ويفشل ويجرب ويفشل، لحد ما خلايا الست دي اللي هي اسمها هنرييتا لاكس وصلت له سنة 51. لما الخلايا دي السرطانية وصلت للعالم بتاعنا اللي هو جورج، لقى ان الخلايا بتاعتها بتتكاثر، بتنقسم، وبدل ما هم في التست تيوب بتاعه او في الانبوبة بتاعته كان حجمهم قد كده، بقى الدبل. ولو سابهم شوية كمان بيطلعوا ويدلدقوا بره التست تيوب. فطبعا انبهر، وكأنه بقى شاف حاجة اخيرا نجحت. بس فضل هو يحاول يعني يخلي التجربة عنده تنجح بصورة اوضح لمدة شهر ولا 2، لحد ما لقى ان فعلا الخلايا بتنقسم بصورة لا نهائية، وما بتوصلش لمرحلة انها تنقسم لحد ما تموت، لا ده بتنقسم للأبد. فبدأ يبعت بقى لاصحابه اللي موجودين في ولاية كذا واللي موجودين في ولاية كذا، من غير فلوس. يعني الابحاث دي كانت بتتعمل. يا الست دي راحت مستشفى جون هوبكنز، لان ساعتها كان في، ولحد الان يعني بس نقول، كان في تفرقة ضد بشرتهم مختلفة اللون. وكان السود ليهم مكان معين للعلاج اللي هي مستشفى جون هوبكنز. طبعا مستشفى جون هوبكنز من مستشفيات الطب في العالم دلوقتي، ومستشفى عريقة جدا، ولكن البداية كانت هناك. هي الست دي راحت مستشفى جون هوبكنز، اتخذ منها العينة هناك، وبدأت الريسيرش يحصل في نفس الجامعة. فلما جورج لقى ان العينات بتاعته بتتكاثر، بدأ يبلغ زملاته العلماء، وزمايله العلماء قالوا له طب هات نجرب. وبدأ يبعت لهم فري سامبلز، بس هم بيتحملوا تكلفة التوصيل، ويجربوا الخلايا بتاعتها دي، يشوفوا بقى هل هي مثلا بتتكاثر ازاي، هل لو حطيناها على فيروس معين، او حطيناها في بيئة معينة، او حطيناها مش عارفة في بني ادم، ولا حطيناها سيل لاين اللي طلع من السيدة دي بقى اسمه هيلا. هيلا ده كان اول خط خلايا immortal لا يفنى، ولحد يومنا هذا تم استخدامه في استكشافات كتير زي
وابرزهم هو فاكسين البوليو اللي هو شلل الاطفال. ده الفاكسين ده اتعمل بمساعده السيل لاين بتاع هيلا. ازاي؟ عن طريق ان هم بيطوروا التكنولوجيا ويجربوها الاول على الخلايا بتاعه هيلا. وبنفس الطريقه دي عملوا كذا حاجه، زي مثلا ان هم يحاولوا يشوفوا علاج للايدز، يحاولوا يشوفوا السرطانات بتعمل ايه، ايه الجينوم المركب الجيني للخلايا، بيستخدموها في المعامل عشان خاطر يعرفوا في كام جين في الحته دي، والجين ده بيترجم يبقى ايه، وهكذا. ده لدرجة ان الخلايا سافرت القمر عشان يشوفوا الخلايا دي هتبقى عاملة ازاي على سطح القمر، وهتستجيب ازاي للمتغيرات الجوية اللي موجودة هناك. المعضلة هنا، هل اهل هنريتا كانوا عارفين؟ لا. هل هنريتا نفسها كانت عارفة؟ لا، لانه زي ما قلنا في اول الفيديو كان ساعتها مفيش حاجة اسمها الموافقة المستنيرة، وكان الموضوع كده ما بين العلماء وبعض. وحتى كان في مشاكل لما بدأوا يطوروا موضوع الموافقة المستنيرة على البحث العلمي على البني آدمين أو حتى منتجاتهم، لأن ساعتها العلماء قالوا يبقى احنا مش هنشتغل بقى، مش كل حاجة نروح ناخد موافقة من العيان. طبعا ده الكلام ده في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، لأن أهل هنريتا ما عرفوش خلاياها موجودة أو تم استخدامها بالصور اللي أنا لسه قايلاها كلها غير سنة 75. طيب نرجع بقى نقول، انت قلت لنا أول الفيديو الموضوع موجود في أبحاث كتير ومعامل ريسيرش كتير وجامعات كتير دلوقتي شغالة في إنها إزاي تنقل المعلومات اللي جوه المخ على الكمبيوتر. في حاجة بتساعد إنه بيحطوا كده حاجة على دماغ العيان أو دماغ البني آدم، ويخلوا فيه حاجات بتلقط الإشارة اللي جوه المخ تترجم على الكمبيوتر، وبعد كده الحاجة اللي راحت على الكمبيوتر واترجمت تروح لبني آدم تاني، المخ تاني، اسمها brain to brain interface أو brain to computer interface. وبعد كده لما تروح لمخ تاني، المخ التاني بيقرأ المخ الأولاني، بس ده لسه محض التطوير. في حاجة كمان انه الأطراف الصناعية بتشتغل ازاي؟ ما هي بتبقى كده، بيحطوا الأسلاك دي على الدماغ، وهو مثلا البني ادم الطبيعي بيبدا يعد صوابعه، فالحاجات اللي بتلقط الاستشعارات دي بتبدا تحرك ايد الروبوت بنفس الطريقه. يعني انا لو عملت كده ايد الروبوت هتعمل كده، ولو انا عملت كده ايد الروبوت برضو هتعمل كده. فدي الطريقه اللي مستخدمه في الروبوتك بروستيسز او الاطراف الصناعيه اللي هي بتبقى من روبوت. هي بتشتغل بالطريقه دي، ان في كمبيوتر بيقرا اوريدي ايه اللي موجود جوه المخ ويحرك الاطراف. طبعا الكمبيوتر ده بياخد وقت كبير جدا عشان خاطر يسيستموه. الحاجه بقى الابرز في الموضوع ان جيف بيزوس من اغنى اغنياء العالم بيستثمر في شركات عشان خاطر تحسن من الطبيعه البشريه بتاعت البني ادم. جربوا التكنولوجيا بتاعتهم على فيران ولقوا ان الفيران عاشت ب 30% اكتر من عمرهم، فده حاجه. الحاجه التانية، في شركه تانية اسمها نكتوم، هدفها في الحياه ان هي تنقل الميموريز والديتا اللي موجوده في المخ، الذاكره والذكريات وكل حاجه موجوده في المخ، تنقلها على كمبيوتر، بحيث لو البني ادم ده مات الداتا دي متسيفه في حته على الكمبيوتر، وتقدر تاخدها ويحطوها في روبوت. فلما البني ادم ده يموت يشغلوا الروبوت ويحطوا له الحاجه اللي كانت متسيفه على الكمبيوتر، ونظريا ان الروبوت هيبقى هو نفس البني ادم تاني. ولكن في سؤال وهم لسه مش عارفين يجاوبوا عليه، هل هيبقى واعي؟ هل الوعي موجود؟ وما هو الوعي؟ وندخل بقى في الفلسفة، أنا أفكر إذا أنا أكون. هل الحاجة الجديدة دي هتبقى تعرف تفكر؟ نظريا نفس المخ اتنقل من هنا لهنا، بس فين انت؟ ده لسه في يعني لسه بيتطور، لسه التكنولوجيا بتتطور، يمكن كمان 50 سنة 100 سنة ما نعرفش نلاقي حاجة زي كده. ولكن الحاجة اللي هي موجودة بالفعل والعلماء نجحوا فيها موجودة من 50 سنة، من 70 سنة كمان، خلايا هنريتا لاكس. بس كده، المرة الجاية لما تيجي تفكر انه يا ريت يبقى مني بني ادم تاني، استعيذ بالله كده واقعد ذاكر واعرف ان الموضوع بعيد جدا، وتدخل في حاجات تانية من الحرمانية او تدخلنا في مشاكل اخلاقية، زي ان ما ينفعش ان احنا يعني نعمل ريبليكيشن لبني ادم. وبس، واشوفكم الفيديو الجاي.